امسك. انا لما بقول مصر بتتقدم في الافلام والمسلسلات دي محدش بيصدق. يعني المره اللي فاتت كانوا بيسرقوا التليفون بالسرنجه، دلوقتي بيسرقوها بالسجاير. مش عارف انا السرقه في مصر توصل لفين. يا حبيبتي الوصله اللي انت عاوزاها ايه ده؟ هو ايه اللي انت ماسكاه في ايديكي ده؟ ممنوع التدخين هنا. ممنوع؟ ماشي يا عمو، انا خلاص انا همشي. امال خليتيني اجيب لك الوصله ليه؟ ايه ده؟ استني يا بت. بت؟ نعم يا عمو. مالك اتخضيتي كده ليه؟ امسكي، كان في زبون سايب لي دي وانا عشان مش بدخن فمش عاوزها. يعني انت بدل ما تنصحها وتقول لها بطل السجاير او تاخد منها السيجاره دي اللي هو التليفون اللي هي سرقته منك، بتديها سيجاره تاني. لا ما شاء الله، افتح يا مصر. ماشي يا عمو. الله يخرب بيتك يا عمو، وعطوهم مني. حقك عليا يا حبيبتي، شكلك كده كنت جايباها من والدك، وانا من الصبح كنت داخل على سجاره وكنت داخل الاستاذ اكرم عشان اخد منه فلوس عشان اجيب سجاير. بس بمناسبه بقى ان انت معاكي، ما تديني واحده منهم. لا يا عمو، الحاجات دي بتاعتي انا. يا نهار اسود، فين التليفون وفين السجاير الحقيقيه؟ طبعا طول ما هي بتتكلم بالطريقه دي مفيش حد سامعها خالص. طبعا هم كل بتوع التيك توك كده، يعني لازم عشان تتمثل تبقى بتفكر بصوت عالي. بتوعك انت؟ ده ايه الزمن اللي احنا بقينا فيه ده؟ مالك يا عم حسين؟ هو انت مالك ومال الزبونه؟ لا مفيش يا استاذ اكرم، اصل انا كنت عايز سيجاره فبقول لها عايزها، طلعت السجاير دي بتاعتها. ايه الزمن اللي احنا بقينا فيه ده؟ هو انت ازاي اكتر رديت ان زبونه زي ديت يبقى معاها الحاجات دي وانت ساكت ما رضيتش تديها نصيحه؟ يا عم حسين وانا مالي؟ اهلها واكيد عارفين حاجه ما تخصنيش. يا عمو بعد اذنك وطي صوتك، على فكره اهلي ما يعرفوش اي حاجه، انا بشرب الحاجات دي من وراهم. طب اهلك ما يعرفوش اي حاجه وبيقول له وطي صوتك؟ يعني هم اهلك ساكنين جوه المحل ولا مش فاهم برضه؟ ايه الهبل اللي انتوا فيه ده؟